السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعيني في كل مكان، يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أحلى وأجمل المتابعين في الدنيا؟ وحشتوني جدا جدا، وأتمنى كده ما تكونوش نسيتوني، ويا ريت كده تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة لو انتوا أول مرة بتتابعوني. تعالوا بقى نعمل أول وصفة معانا، وهي وصفة البدنجان المحدق. زي ما انتم شايفين كده أنا معايا 2 كيلو من البدنجان المحدق، اللي هو البدنجان الخد الجميل او البدنجان البنفسجي اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بجيب بقى البدنجانه الصغيره اللي تكون يعني حجمها كده ايه متوسط، ما تكونش كبيره قوي ولا صغيره قوي. وطبعا بنشطفها كده بعد ما بنشيل العنقود بتاعها، بنشطفها كويس وننضفها كده من الترابه. وبعد كده معايا حله بقى على البوتاجاز فيها ملياها فيها ميه، ومش حاطه فيها اي حاجه غير كده. بعد كده بقى هنروح للوصفه بتاعتنا التانية، وعايزه اقول لكم انا عملتها معاكم قبل كده السنه اللي فاتت، وعايزه اقول لكم ان الطريقه دي جميله جدا ويعني ممتازه، وعمري بقى ابدا ما هغيرها، لانها بجد بتخلي الملوخيه طول السنه معايا خضره وجميله كانها صبحه وفريش. طبعا غسلنا قطفنا الملوخيه وغسلناها وشطفناها كده لحد ما ميتها رقت وبقت زي الفل. وهعلق على حله بقى، في الحله فيها ميه برضو هحطها على العين التانية. ودلوقتي بقى نرجع للبدنجان بتاعنا. اول ما الميه بتاعتنا غليت هنسقط فيها البدنجان وهنسيبه بقى يغلي. نروح بقى للملوخيه بتاعتنا. طبعا برضو اول ما الحله غليت كده نزلنا بالملوخيه. طبعا بقى ولا نقعد نخرط بقى ولا نقطف ولا نغسل وننشف ونقطف والكلام ده كله. يعني كان طبعا بيبقى مجهود وتعب، والواحد كان بيزهق من التخريط بتاع الملوخيه. دلوقتي بقى اقدر اعمل الكميه اللي انا عايزاها بنفس الطريقه دي وما تاخدش حاجه خالص، وبتطلع النتيجه ما اقولكوش عليها، بجد روعه والنتيجه تحفه. وبتنيها معانا خضره طول السنه زي ما انتم شايفين. طبعا بعد ما الميه بتاعتنا بتغلي بنسقط فيها الملوخيه، وبعد كده بنطلعها بقى بالمصفى زي ما انتم شايفين، وتحت الحنفيه على طول كده بشطفها. وبطلع بعمل غيرها لحد ما بخلص الكميه اللي معايا. بعد كده بقى باخدها اضربها في الخلاط. طبعا البدنجان بتاعنا بقى خلاص اهوت بدأ يستوي. وزي ما انتم شايفين الحجم بتاع البدنجان صغير، مش بدنجانه مش كبيره، يعني وسط كده صغيره، علشان طبعا تبقى ناشفه كده وتفضل معانا مده حلوه. لو جبتي بقى بدنجانه كبيره بتبقى بقى كلها لحم كده وبتبقاش يعني بتنهري بسرعه معاك. طبعا انا دلوقتي خلاص طلعت البدنجان، وبقول لك هضرب الملوخيه بقى في الخلاط. ودلوقتي حدقت البدنجان. طبعا بنجيب شويه كده بقى قرنين فلفل حمر كده مع فلفل اخضر مع توم مع كمون مع ملح، وبضربه كله مع بعضه في الكبه. وبعد كده بحشي بيه بقى البدنجان بتاعنا، وبنرصه في العلبه بتاعتنا كده. وباخد شويه من ميه البدنجان اللي احنا سلقنا فيها، علشان كده طبعا لازم نغسله كويس، علشان طبعا هناخد شويه من الميه اللي احنا سلقنا فيها البدنجان. وبعد ما نحشيه كده ونرصه هنصب عليهم. بعد كده بقى هنزل بليمون وهنزل بزيت وهنزل بخل، يعني هنزل كده نعصر ليمونتين حلوين، وهننزل كده بشويه زيت عشان الزيت يحفظهم كده وطبعا يعني الخل والزيت والليمون بتبقى مادة حافظة بتحافظ لنا على البدنجان. لو وصلتوا لحد كده يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك، وحطوا لي لايك واشتركوا لي في القناه ودعموني يا جماعه وقفوا جنب مني. انا عصرت بقى كده اهو 3 ليمونات حجمهم صغير، وحطيت زيت وحطيت خل. وطبعا حطيت الميه اللي احنا سلقنا فيها البدنجان، غطيت بيها البدنجان كده. عايزه اقول لكم بجد شويه بدنجان تاكلوا صوابعكم وراها، طعمهم تحفه. تحطهم كده على الفطار مع شويه طعميه وشويه فول، حاجه كده جميله وزي الفل. طبعا رحنا بقى ضربنا الملوخيه بتاعتنا في الخلاطه اهيت، بعد طبعا ما طلعناها من الميه السخنه وصفنا وحطينا عليها ميه ساقعه كده من الحنفيه. بضرب بقى باخد يعني كل كميه كده في الشفشه على قد الطبخه اللي انا هعملها. طبعا انا كنت جايبه ربطتين عملوا لي الكيسين دول، يعني كل كيس من دول وجبه. عايزه اقول لكم شايفين الخضار، شايفين الجمال، وهتنيه بالخضار والحلاوه دي لحد يعني من اول كيس لحد اخر كيس. لو فضلت معاكي السنه كلها بتفرزيها بالشكل ده يطلع معاكي الملوخيه خضراء وجميله وتحفه. وما اقولكوش بقى على البدنجان وروعته وجماله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.